اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من قناه ماريانو. عامة قبل ما نبدا في اي حاجه، لو انت مش مشترك في القناه يعني اتمنى انك تشترك عشان خلاص قربنا نوصل على 500 سبسكرايبر ان شاء الله، يعني نوصل لل1000. النهارده بقى هنعمل يعني كفايه بقى ايه مطاعم جديده ومطاعم مختلفه والكلام ده كله. خلينا ايه في العادي كده اللذيذ، وحاجه من الحاجات المشهوره بيها اسكندريه الا وهي مطعم مسلم. مش عارف هي مشهوره بيه هي ولا لا، بس هو مش موجود الا في اسكندريه. بما انه من الحاجات المشهوره فهو شاهر نفسه بموضوع معين الا هي اكبر سندوتشات واقل سعر. حتى السلوجان بتاعه يعني هو بيقول لك اللي هو سندوتش بضمير، يعني من اول مره الاوردر يجي بسرعه ويجي سخن. من مسلم عامه وديت حاجه غريبه، يعني هو المعروف ان مسلم بيتاخر. حتى لما كلمت الكول سنتر قال لي هيوصل لك في ساعه ونص، لقيته واصل في تلت ساعه نص ساعه، اللي هو ايه ده. تمام ويلا بينا نبدا الاوردر اهو. احنا جبنا حاجات كتير، احنا قلنا الصراحه بما ان الدنيا رخيصه شويه فنوفر في البادجت بتاعتنا شويه، بس ما وفرناش ولا حاجه لان الاسعار زادت. فا اوكي خلينا بقى ايه نطلع الحاجات ديت ونشوف ايه الحاجات اللي معانا علبه كانت مقلوبه على وشها، وشويه مناديل وكاتشب. اوكي وديت برضو شويه مناديل وكاتشب. تمام خلينا بقى نشوف ايه الحاجات اللي معانا. احنا باين معانا ان في سندوتشات وسندوتشات، كله سندوتشات. هو عامه كان عنده وجبات بس جايين نطلب الوجبات اللي انا معلش هو مفيش رز، فانا مش هقدر اطلع لك الوجبه من غير رز. فبما ان احنا بنتكلم على مسلم واللي هو السلوجان بتاعه سندوتش بضمير، مش عارف انتوا شايفينه ولا لا، فقلنا ايه نجيب سندوتشات كلها، مش كلها بس جبنا حاجات من كل سيكشن يعني على الاساس اللي احنا نغطي المنيو كلها وكده. خلينا بقى ايه نبدا باول حاجه معانا وهو البطاطس. خلينا بقى ايه نفتحها كده. هو احنا عامه جبنا بطاطس بالجبنه لاني سمعت ان هم بيعملوا بطاطس بالجبنه حلوه، بيحط لك فيها بطاطس كميه كبيره. خلينا نشوف برده. ماشي خليها ايه اول حاجه كده عشان ايه ما تبردش والجبنه السايحه تنشف. وعامه العلبه كانت مقلوبه على وشها فالدنيا كلها طلعت في الغطا دوت كده. بيكون شكل الطبق مليان بطاطس على اخره والجبنه كتير جدا، وتشيز حاجه كويسه جدا يعني. بما ان الطبق ده ب 30 جنيه فاتس ورث جدا يعني. خلينا بقى ندوق كده بسم الله. الجبنه غنيه جدا، البطاطس كتيره جدا. مش متوقع صراحه ان الطبق دوت عامله 30 جنيه دوت ياخد معانا كابيتايزرز يعني 4 من 5 وش. تمام يلا بينا نخش بقى على السندوتشات. واول حاجه معانا وهو القسم الفراخ. خلينا ايه احنا اخدنا حاجه من اللحوم وحاجه من الفراخ وحاجه من الابيتايزرز وحاجه من السي فود، او حاجتين تقريبا من كل حاجه. فخلينا نبدا باول حاجه من الفراخ وهي سندوتش السبيشال. هو انا عامه ما عرفتش اختار ايه لان كان عندهم حاجات كتيره في المنيو خاصه بالفراخ، فانا مش عارف اختار ايه فاخترت حاجات عشوائيه يعني. فريت كده في الصفحه بتاعتهم لقيت اللي هم مثلا كانوا متكلمين على سندوتش اسمه سبيشال. فهو بيكون عباره عن فراخ كريسبي محشيه بيف وجبنه حمراء ومايونيز وزيتون وخس. فتمام ده كده بيكون شكل السندوتش. حجمه كبير وحجم الفراخ كبيره، فخلينا كده نقسمه بالنص. خلينا بقى ايه ندوق ونجرب الطعم عامل ازاي. حسب طعم الجبنه. طعم الفراخ مش قوي قوي، تتبيلتها مش قويه قوي. الحلو الساندوتش جاي سخن، دي حاجه غريبه بالنسبه لاي دليفري يعني. خلينا ندوق قطمه تانية. ده هياخد كام يعني 3 من 5. اوكي يعني التقييمات هتبقى سريعه النهارده لان احنا طالبين حاجات كتير عشان برضو الحلقه يعني وقتكم. ناخد قطمه ونخش على الساندوتش اللي بعده. تاني ساندوتش معانا وهو حريقه. خلينا نستكشف هو ايه ده. هو سندوتش جديد لسه منزلين في المنيو. وبرده الحاجه اللي انا عايز اعلق عليها ان المنيو في الفيسبوك وهو الحاجه الوحيده اللي ممكن نجيب منها المنيو مبكسل جدا، فاحنا مش شايفين ايه التفاصيل بتاعت السندوتشات. يعني انا شايف السندوتش من بعيد وسعره وتمام اوكي، بس تفاصيل السندوتش صعب اللي انا اقراها جدا يعني. حريقه اللي انا قريته يعني او اللي انا فهمته من الحاجات المبكسله ديت مكعبات اوراق الدقيق الحاره المقدمه مع البقدونس. مش عارف دي بقدونس بقى ولا ايه، مع البقدونس والطحينه. خلينا نشوف. هو اوكي في بقدونس واوكي في طحينه. خلينا بقى ندوق. هي المفروض ديت تقريبا وراك فراخ، بس خلينا ندوق بسم الله. هو ميكس غريب شويه كانك بتاكل مشاوي. هو طعمها يعني ما شدنيش قوي وفي نفس الوقت ما ضايقنيش قوي. فهو كاختراع جديد لا، انت عندك حاجات اقوى من كده بكتير يعني. هي حرقه شويه مش قوي لكن فيها سنه برضو ايه حرقان، بس كميه محترمه جدا يعني. هتطلق مكعبات فراخ. انا عايزك تشوف مكعبات الفراخ دي. بص اصلا حجمها قد ايه، والساندوتش مليان على اخره يعني. مش مثلا حواف الساندوتش فاضيه زي ما اغلب المطاعم بتعمل. تمام يلا بينا نخش على اللي بعده. واللي بعده معانا وهو مش عارف ايه ده برجر بس شكله غريب.
يعني مش من اللي احنا متعودين عليه في مسلم. ده عامة كان اختراع جديد او حاجة جديدة في المنيو، كان اسمها بازز بيج روست. هو من ناحية بازز فهو بازز فعلا، من حيث ان الساندوتش مليان فهو مليان، بس برضه نفس المشكله اللي في المنيو. يعني هم محتاجين فعلا يشتغلوا شويه على المنيو، ان هم اصلا ما كانوش كاتبين اي تفاصيل. يعني هو كاتبين مثلا بازز بيج روست، بازز بيج مش عارف ايه، بازز مش عارف ايه التاني. هو كان 3 بازز مش فاكر الصراحه اسميهم ايه، مش كاتبين اي تفاصيل، كاتبين جنبه جديد بس في قسم البرجر. فقلنا نجرب حاجه من البازز على اساس ان احنا ايه ما نلبس في كله. خلينا ندوق ايه دوت او نشوف عباره عن ايه. لحمه، قطعتين لحمه، واو، وجوه تقريبا في تشيكن تركي، لكن ايه خلينا ندوق. تمام يلا بينا، بسم الله. بصوا اللي انا فهمته ان هو حاطط مايونيز، حاطط كاتشب، حته التركي اللي جوه ديت ولا مش عارف ايه اللي جوه ديت، هي شريحه كده، هي عامله زي التركي كده شويه او اللانشون، بس مش حاسس بطعمها قوي. يعني البرجر تحس ان هو كفته شويه، يعني هو مش خلطه برجر خالص. خلينا ندوق كده قطمه تانية. اللحمه بتعض معاك سيكه، مش بتعض اللي هي عضه، يعني قصدي اللي هو فيه ايه سنه مقاومه. العيش مش احسن حاجه، فرول معايا مش عارف، ما حبيتهوش يعني كبرجر. يعني لا، السندوتشات احلى بكتير. فدوت ياخد كام مثلا؟ ياخد 2.5 من 5. خلينا ايه نقفل على البرجر ونخش على السندوتش اللي بعده. والسندوتش اللي بعده هو سندوتش الكبده. احنا جبنا كبده اسكندراني، هو كان فيه كبده مشويه وكبده اسكندراني، فاحنا قلنا ايه نختار كبده اسكندراني. طبعا عامه انا نسيت اقول لكم الموضوع دوت في الاول، هو عنده حجمين من السندوتشات، واحد كبير واحد كبير قوي، فدوت كده بيكون الحجم الكبير قوي. خلينا نقارنه كده بسندوتش تاني. يعني بصوا دوت كده حجم الكبير، وده حجم الكبير قوي. هو الصراحه مش عارف اوريها لكم اطلعها لكم اكتر من كده، لان هو محشي جدا، فانا لو طلعته ممكن يتفلق نصين يقع مني يبهدل الدنيا. ده كده بالنسبه للحجم الكبير، ده كده بالنسبه لحجم الكبير قوي. انا شايف الفرق ما بينهم مش واو، يعني فرق مثلا تقول بتاع 20 سم ولا حاجه شبه كده. ماشي، خلينا بقى ايه نقسمه بالنص كده عشان ما نبهدلش الدنيا. وده كده بيكون شكله وحجمه حلو. خلينا بقى ايه ندوق كده، بسم الله. بص الحلاوه، يلا بسم الله. بص طعم الكبده حلو، طعم الطحينه حلو، وحطيت شويه خضار بس ما حسيتش بيهم الصراحه من كميه الكبده اللي موجوده في الساندوتش. ساندوتش مخدوم بغباء، سعره مش عالي. فعامه دوت الكبير قوي عامل له 50 جنيه، اللي اصغر منه اللي هو الكبير عامل له تقريبا 37 جنيه. ده نديه كام؟ نديه 4 من 5 لانه حلو وكميه كبيره وسعره حنين لحد ما. وبس خلينا ناخد قطمه ونخش على الساندوتش اللي بعده. والساندوتش اللي بعده اللي معانا وهو ايه ده؟ هو ساندوتش عباره عن لغوصه، وانا مش عارف ايه الصراحه دوت. هو كده احنا دخلنا في قسم الميكسات. دوت اسمه ويك. ده بيكون عباره عن يعني حاجات كتيره جدا جوه بعضها. حاجه ممكن اقولها لكم بس هتستغربوش قوي، يعني ان هي فراخ مع صدق او سجق او لا ما علينا. ايا كان بقى ايه اللي بيقولوها ازاي، بس هو الساندوتش بيبقى شكله عامل كده، يعني زي ما انتم شايفين هو متروس ومليان صوص. يلا بينا ندوق، بسم الله. انا كنت متوقع ان هو يبقى طعمه غريب، بس الصوص تقريبا هو حراق برضو شويه. هو كل الحاجات اللي موجوده اغلبها يعني مش كلها فيها سنه حرقان، بس مش حراق الاوفر اللي هو يغطي على الطعم بس. والصوص برضو فيه حته سويتنس كده شويه. يعني الساندوتش فاجئني وطعمه حلو. كل الفراخ مش ظاهره قوي، هي باينه مضغه الفراخ بس مش باين طعمها. طاغي اكتر طعم الصدوق كميه، وبان طعمه حلو. فده نديله، استنى بقى ايه ناخد قطمه ونديله التقييم. ياخد معانا 4 من 5. خلينا ايه نقفل عليه كده ونخش على الميكس اللي بعده. وده السندوتش معانا اللي بعده وهو الدويتو. الدويتو بيكون عبارة عن فراخ، صدور فراخ تقريبا، معاها كواترو فروماج وبسطرمة وطماطم فلفل مايونيز بقى والحاجات العادية يعني في كل السندوتشات. المميز اللي هو حاطط لك كواترو فروماج وبسطرمة. فخلينا ندوق هيبقى طعمه عامل ازاي. انا حاسس ان حته الكوادرو فروماج ديت هتفرق، والبسطرمه برضو هتديله طعم كويس. يلا خلينا ندوق، بسم الله.
دوت جامد جدا، مش عارف عجبني، بس مش حاسس ان الشرايح ديت شرايح بسطرمه خالص. بس الساندوتش طعمه لحد ما حلو. اني اختار اكتر في الميكسات الدويتو طبعا. ناخد كام؟ طبعا يعني 4 من 5. خلينا بقى ايه نخش على الساندوتش اللي بعده، وهو القسم الاخير معانا، والساندوتش اللي قبل الاخير اللي معانا وهو قسم السي فود. هو انا المفروض جبت كابوريا وجمبري مشوي، بس انا مش حاسس ان هم مشويين يعني. ما علينا. دوت برضو تقريبا جاي معايا صوص مكسيكي اظن. هنشوف بقى بعد ما نخلص الساندوتش ده. هو عامه حشوته برضو مخدومه كويس، حاطط فيه كميه جمبري كتير جدا. الكابوريا مش كتير قوي يعني. خلينا ندوق بسم الله. بصوا طعم الجمبري طاغي اصلا على طعم الساندوتش. انا مش حاسس باي حاجه في الساندوتش غير طعم الجمبري. انا كنت طالب المفروض مشوي حلو، هنا جايلي تقريبا مش عارف هو تحس كأنه مسلوق مثلا، حاجه شبه كده، لكن ده مش مشوي خالص، حتى مفهوش ريحه الشوا ولا طعم الشوا ولا اي حاجه ليها علاقه بالشوا. الكابوريا هي اصابع الكابوريا اللي ما نعرفش اصلا مصدرها جاي منين، فما كيفنيش الصراحه. ده ياخد 2.5. لا صراحه الجمبري كان طعمه حلو، بس هو ما كانش مشوي، خلاص خليها 3 من 5. سوا نخش على الساندوتش اللي بعده، وهو السي فود البانيه. يعني هو مليان جمبري وسبيت. هل بقى فيه اي صوصات جوه؟ مش حاسس، بس تقريبا في مايونيز. فخلينا ايه نقسمه كده من النص. خلينا ندوق طعمه عامل ازاي. بسم الله. بس السبيت كان صعب المضغ شويه، فما حسيتش الصراحه بطعم الجمبري. انا كنت بتخانق تقريبا مع السبيت، فخلينا ايه ندوقه كده لوحده. ما عجبنيش قوي الصراحه. البريدنج ملوش طعم قوي، مش مقرمش قوي مع انه دافي المفروض يعني. ما حسيتش الصراحه طعمه قوي يعني، مش شبه التاني خالص. التاني كان طعمه احلى. بس لا السي فود خيش معاهم الصراحه، ما عجبونيش يعني. 2 من 5 ما كيفنيش. بس خلينا بقى ايه نشيل السندوتش ده واقول لكم رايي لو رايحين تاكلوا من مسلم تجيبوا ايه. خلينا بقى ايه نقول تقييمنا النهائي عن مسلم عامل ازاي. لو انت رايح عندهم ارشح لك اي حاجه فيها فراخ بس فيها توابل تانية، زي مثلا السبيشال اللي احنا جربناه دوت. عندك مثلا الدويتو دوت حته تانية خالص. انت لو رحت مسلم ارشح لك تاكل الدويتو. لو انت بقى حابب اللي هو ايه مثلا اوكي مثلا كميات كبيره صوص كويس، ارشح لك الويك. والسي فود الصراحه في ناس قالوا اللي عندهم حاجات حلوه في السي فود، بس الاختيار اللي انا اخترتهم ممكن ما يكونوش احسن حاجه عندهم يعني. وبس دي كانت حلقتنا النهارده. اتمنى لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وخلاص احنا قاعدين بنزيد وقربنا نوصل لل 500 سبسكرايب. فلو انت بتتفرج ومش عامل سبسكرايب يا ريت تخش تعمل سبسكرايب. وبس دي كانت حلقتنا النهارده، وسلام.